قفل امبارح هقول لكم صفقات الاهلي واللاعيبه الراحلين. خلاص كده دول اللعيبه اللي هتبقى موجوده في الاهلي الجديده واللاعيبه الراحلين الاهلي، ومفيش حد هيرحل تاني ومفيش حد هيفضل. قصدي هيلعب في الاهلي تاني من الجديد لغايه يناير القادم. هنشوف اللعيبه اللي هتيجي بقى في يناير واللعيبه اللي هتمشي في يناير. عندنا طبعا اللعيبه اللي جت الاهلي: احمد السيد زيزو انتقال حر من نادي الزمالك، احمد بيكهام من نادي سيراميكا كليوباترا، كمان محمد شكري من نادي سيراميكا كليوباترا. حارس المرمى محمد سيحة من نادي المقاولين العرب، ياسين مرعي قادما من نادي فاركو، وتريزيجيه قادما من نادي ترابزون سبورت التركي. كمان محمد بن رمضان قادما من النادي المجري اللي ما بعرفش اقول اسمه ده اصلا، ومحمد شريف صفقة انتقال حر من نادي الخليج السعودي. اما اللاعبين الراحلين عن نادي الاهلي، عندنا وسام ابو علي انتقل لفريق كولومبوس الامريكاني، ودي صفقة لغاية دلوقتي فيها شكوك ان ممكن يقعد مع الاهلي 6 شهور ويمشي في يناير. هنعرف الايام دي، بس لو قعد هيقعد على الدكة على الدكة. كمان رضا سليم انتقل إلى نادي الجيش الملكي إعارة. يوسف عبد الحفيظ برضو، سيد عبد الحفيظ إعارة لنادي فاركو. محمد ياسر انتقل لنادي التشيكي برضو إعارة. عندنا مصطفى بدري انتقل لنادي بتروجيت بعد فسخ تعاقده. كمان سمير محمد انتقل لنادي بتروجيت لمدة موسم على سبيل الإعارة. عندنا برضو أحمد وحيد انتقل لنادي غزل المحلة. عندنا أحمد كباكا انتقل لنادي زد. عندنا عبد الله بستاجي انتقل برضو لزد. يوسف عفيفي انتقل لنادي المقاولين العرب. مصطفى مخلوف انتقل لنادي مودرن سبورت إعارة. كمان كريم الدبيس انتقل لسيراميكا كليوباترا إعارة برضو. خالد عبد الفتاح انتقل لسيراميكا كليوباترا انتقال نهائي. عمرو الساعي انتقل إلى المصري إعارة. كريستو انتقل لنادي النجم الساحلي برضو إعارة. كريم نيدفيد انتقل لنادي سيراميكا كليوباترا انتقال نهائي. كمان معتز محمد انتقل لنادي حرس الحدود إعارة. عندنا رامي ربيعة انتقل لنادي العين الإماراتي بعد عقد خلص مع النادي الاهلي. اكرم توفيق برضو بعد ما عقده خلص مع النادي الاهلي انتقل لنادي الشمال القطري. حمزة علاء برضو بعد ما عقده خلص مع الاهلي انتقل لنادي البرتغالي بروموسموس، ولا مش عارف اسمه ايه الفريق البرتغالي ده. كمان علي معلول انضم لنادي الصفاقسي التونسي بعد عقده ما خلص مع الاهلي. برضو عمرو السولية انتقل لنادي سيراميكا كليوباترا بعد ما عقده خلص مع الاهلي. والمغربي يحيى عطية الله رجع لنادي سوشي السوق الروسي فريقه القديم بعد اعارته ما خلصت من نادي الاهلي. دي كل اللعيبه اللي جت في الاهلي واللعيبه